أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون صدق الله العظيم. السلام عليكم. السلام لكم. السلام والطمأنينة إن شاء الله للأمتين العربية والإسلامية. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مؤسسات المجتمع المدني الشركسي دعتكم ولبيتم الدعوة، لكم فضل ذلك علينا. البذل والعطاء شيء مترسخ في مجتمعنا، ودائما نقف مع أخواننا. حاليا الحكومة دعتنا لبذل العطاء بما هو متوفر وما تجود به النفس بواسطة الهيئة الخيرية الهاشمية. نناشدكم الاستجابة لهذا الطلب، ومنعرفش مستقبلا يمكن يصير دعوات كمان للتبرع، ممكن بالدم، ممكن بأشياء أخرى. أي شيء منقدمه لأخواننا قطعا، يعني هم في أمس الحاجة لأي شيء في اللحظات هاي. نحن الشراكسة مكون أصيل من نسيج هذه الأمة، فوقوفنا معهم لا يعني تضامن، يعني أننا جزء من جسد. فكما قال رسول الله نأمل أن نكون على قد توصياته صلى الله عليه وسلم. أجدادنا وآبائنا وأشخاص متواجدين معنا بذلوا الغالي والنفيس، وفي منا من بذل الدماء لأجل قضايا الأمة العربية والإسلامية، وإحنا أبنائهم وأحفادهم يتوجب علينا أن نحذو حذوهم. إذا سمحتوا لي في اللحظة هاي أني أدعو سعادة منصور سجاجة ليتحدث إليكم مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. في البداية أتقدم باسمي وباسم الضيوف الكرام الأهل كل الاحترام لأعضاء الهيئة الإدارية وللإخوان في الجمعية الخيرية الشركسية على هذه المبادرة الوطنية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أحفاد الجدود المناضلين، يا من خير من يشعر مع أهلنا الصامدين المجاهدين في فلسطين، أيها الشراكس الأشاوس الذين بذلوا الدماء والأرواح من أجل وطنهم، والذين اليوم مستعدون لبذل الدماء من أجل الدين والأرض والعرض، من أجل أهلنا في فلسطين وفي غزة البطلة. إذ نؤكد مجددا على الموقف التاريخي الصريح للشعب الأردني بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال الصهيوني المجرم وإقامة دولته الوطنية على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف. ونعلن نحن شراكسة الأردن تأييدنا المطلق لحق الفلسطينيين في مقاومة الكيان الصهيوني المجرم بكل الوسائل المتاحة. هذا الحق المقرر بموجب
القيم والأعراف الإنسانية والدينية ومبادئ القانون الدولي. إن الشراكسة الأردنيين يباركون عملية طوفان الأقصى البطولية ضد الإجرام والاحتلال والانتهاك الصهيوني للمسجد الأقصى الشريف والحصار الكامل لغزة على مدار 17 عاما بدعم ورعاية الإجرام الأمريكي الذي بارك قتل الأطفال والشيوخ والنساء، والذي دعم ويبارك القصف الذي لا يرحم المسجد والكنيسة، فالمستشفى المعمداني الذي استشهد فيه أكثر من 500 طفل وامرأة وشيخ هو شاهد عدل على إجرام ووحشية الإمبريالية الصهيونية الأمريكية في جرائمهم ضد الإنسانية جمعاء. ونحن الشراكسة أحفاد القادة الشراكسة العظماء الذين قاتلوا البغول والتتر والصليبيين ووحدوا الأمة وحرروا القدس وعسقلان وإجنادين، نعاهد اليوم أهلنا في غزة البطلة إننا سيف مسلول في غمدهم نقف خلفهم، ونعاهد الله إننا للحق داعبون، ونطالب الحكومات العربية أن تخرج عن صمتها والتحرك بقوة من أجل فتح المجال لأحرار الأمة لدعم الجهاد في فلسطين. المجد والخلود لشهدائنا وأهلنا في غزة العزة، والخزي والعار للأمريكان والصهاينة. عشتم وعاش الأردن حرا أبيا. والسلام عليكم. باسم مجلسنا الموقر المجلس العشائري الشركسي يتحدث سعادة الأستاذ محمد أزوقة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحفل الكريم، إن اللسان ليعجز وإن القلب ليحزن على ما يصيب أبناءنا الغر الميامين في غزة هاشم. باسمي وباسم المجلس العشائري الشركسي الأردني الذي يمثل كل العشائر الشركسية، أتقدم وأتوجه إلى أهلنا في غزة بكامل التعزية على مصابهم الأليم، وأحيي فيهم صمودهم وشجاعتهم، وأرجو لهم النصر، لأن النصر قادم، وأن إسرائيل زائلة لأنها لم تقم على حق بل قامت على كذبة. أول أمس ينسف سلاح الجو الإسرائيلي المجرم ساحة المستشفى المعمداني، ثم يقول رئيس الدولة العظمى الأولى في العالم بايدن إن هذا عمل قام به الغزيون أنفسهم. هذا هو الحد الذي وصلت إليه الصفاقة لأعدائنا. إنهم يستهينون بنا، لكنهم لا يعرفون أن في الأردن وفي مصر وفي كل الأمة العربية الشعب سيقول كلمته، وسيطيعنا قادتنا بإذن الله، لأنهم كما نرى عاملون على إعلاء كلمة الحق، وسوف تنتصر غزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم ائتلاف العشائر الأردنية سعادة السيد زيد الفايز، فليتفضل مشكورا بالتحدث إلينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الجمعية الخيرية الشركسية على إتاحة هذه الفرصة لنا للتحدث عن ألمنا وعن ما يجري في غزة من عدوان غاشم على المدنيين وبدعم أمريكي لا يعرف الرحمة ولا يعرف الإنسانية. وأشكر الفرسان أحفاد الأجداد الذين أتونا قابضين على الجمر للحفاظ على دينهم هجرة لله ولرسوله. أيها الجمع الكريم، أحيي باسمكم وباسم كل شريف إخوتنا وقادتنا في غزة، غزة العزة والكرامة، غزة التي أنجبت الرجال ليتبوأوا موقعهم في صدارة الأمة ويدافعوا عن كرامتها ومقدساتها وأرضها وعرضها، غزة السجينة والمحاصرة منذ عقود ولم تنثني يوما أمام الغطرسة الأمريكية والقوة الصهيونية المدعومة من قوى الشر العالمية، ولم تساوم ولم تطرح البندقية جنبا لتعتلي طاولة المفاوضات والتنازلات وتغوص في مستنقع التطبيع الآسن كما غاص من سبقها من العرب وسيقوا مهرولين نحو المعاهدات الإذعانية ليرهنوا شعوبهم ومقدرات دولهم للمحتل الغاصب الذي لا يفهم لغة التفاوض ولا يقيم للعهود والمواثيق وزنا ولنا بالتاريخ عبر، إنما يخشى البندقية والسلاح والعتاد الذي للأسف صدئ في مخازن جيوشنا العربية ولم يشهر يوما إلا في وجه الأخ والشقيق. أيها الجمع الكريم، إن 7 تشرين انعطافة تاريخية نحو التحرر والمجد، والطريق فتحت بهذا الاتجاه بأيدي قادة المقاومة أهل غزة. إننا شعوب مغلوبة على أمرها سجينة أنظمة سياسية لا حول لها ولا قوة، ولن تنالوا منا إلا الدعاء صمتا، فجلنا لا يقوى عليه جهرا. سيروا نحو النصر وزلزلوا الأرض تحت أقدام المحتل لعلها تنتج ارتدادات تحت أقدامنا وتبث القوة في صدورنا، ونحمل اللواء معكم ونحرر أقصانا ونصلي فيه وعلى ثراه الطهور. وإن لم نقوى على حمل السلاح والزحف نحو القدس لتحريرها وتطهيرها من دنس المحتل، فلنرفع صوتنا عاليا في وجه حكومتنا ونظامنا السياسي لطرد سفير الكيان وطاقمه وإغلاق السفارة وإلغاء معاهدة الإذعان غير المتكافئة بيننا وبينهم، فلا تفاوض ولا سلام مع محتل. ونثمن الموقف الأردني الرسمي الذي لم يستقبل الرئيس الأمريكي بايدن، فنحن كشعب أردني حي نرفض تلك الزيارة للأردن، فأنتم تصرحون بتدميرنا في غزة وتأتون إلينا زوارا، ونحن وغزة جسد واحد ومصير واحد، فلا أهلا ولا سهلا بكم، وخيب الله مسعاكم، كفاكم كذبا ونفاقا، تلبسون قناع الديمقراطية وتتغنون بالشعارات الإنسانية وأنتم الداعم الأكبر لقتلة الأطفال. وأخيرا وليس آخرا، أسأل الله في علاه أن يمد أهلنا في غزة وفي كتاب القسام بالقوة والثبات، وأجزي أكبر تحية لمقاتليهم الأشاوس بقيادة القائد الفذ محمد الضيف الذي فقد قدميه في سبيل فلسطين وكرامة الأمة، والذي عوضه الله عن قدميه بقلب مؤمن وجسور على الأعداء. فكم من قائد ركب الطائرات الخاصة وحمل على الأكتاف تقزم أمام شجاعتك وحنكتك التي كشفت العوار وألحقت العار بالجيش الذي لا يقهر، فقهرته وأنت على كرسيك المتحرك شامخا مرفوع الرأس. فطوبى لك أيها القائد العظيم، وعاشت الأنفاس الحرة. وأخيرا فإنني أشيد
بالمستشفى العسكري الذي بذل الغالي والنفيس لإسعاف إخوتنا في غزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما جمعنا الألم ستأتي أيام تجمعنا بالفرح إن شاء الله، ولكن ما سيجمعنا بعد قليل هو صلاة المغرب وإقامة صلاة الغائب على شهداء غزة. وشكرا لكم. العصافير تروي الأحزان كان يا ما كان يوم سبت سبات يجي الخواجات أخذوا حارتنا كسروا لعبتنا قال اللي بيقول شدوا بتزول لا شد زالت ولا دنيا دارت يعني الموضوع عيسى يسوع رجعوا وصلبوه برصاص طخوه. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صلاة المغرب بعد صلاة المغرب تصلي صلاة أموات المسلمين إن شاء الله تعالى والشهداء من الصالحين بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. الله أكبر. غازي فلسطين سارقوه وغازي فلسطين سارقوه. الأردن سرقوا مية